ليه الإنسان ممكن يكون ما بيتقدمش، يكون فاقد الشغف وحاسس إنه تايه ومش بيعمل أي خطوة تحركه لقدام؟ أهلا بيك من أول حلقة من فيديو كاست من الآخر، مجموعة فيديوهات أو بودكاست هعمل فيها كوباية الشاي بتاعتي وهنقعد وهنحاول ندردش في موضوع ونجيبه من الآخر. ليه هو بيحصل، ايه الأسباب اللي بتخليه يحصل، وازاي ممكن نتغلب عليه ونلاقي له حلول. نحاول نتكلم في الموضوع من الآخر من غير ما يحط أي فلترز ومن غير ما نقعد نجمل الكلام ومن غير ما نكون مش صراحة وواقعيين مع نفسنا. الموضوع ده هيساعدني ان انا في حاجات كتير كان نفسي اعرف اجابتها، او في حاجات كتير كنت وقعت فيها وبحاول احسنها او اتحسنت فيها، فهجيبها لك كده من الاخر، او مواضيع هبحث فيها وادور فيها فهتساعدني انا كمان قبل ما تكون بتساعدك انها تساعد على حل المشكلة دي. كنت اتكلمت قبل كده ان عايز ابتدي اعمل محتوى طويل، عايز ابتدي اعمل محتوى اخش فيه بعمق اكتر واتكلم فيه في المواضيع، مش بمجرد سطحية السوشيال ميديا اليومين دول اللي هو 30-40 ثانية واقلب الموضوع واجري. فعشان كده احاول ان اخلي الفيديوهات دي موجودة على يوتيوب، واحاول اكون باخد الاوديو واطلعه بره واحطه في سلسلة بودكاست على بقى البرامج المعروفة بتاعة البودكاست. فبالتالي مش لازم تكون قاعد قدام شاشة وانت بتتفرج او بتسمع الكلام، ممكن تكون بتسمعه في ودانك في المواصلات وانت بتتمرن وانت رايح الشغل وانت رايح المدرسة وانت قبل ما تنام وانت رايح اي حتة. احاول برضو اني ما اقعدش اتكلم في الموضوع بطريقة يلا وشد حيلك وانفخ صدرك. هحاول اكون علمي اكتر، هحاول اكون ساينتفك اكتر واخش في الموضوع واقصقصه ونخش في حاجات عملية نقدر نعملها تساعدنا وتسهل الرحلة دي. ولو انت اول مرة بتتفرج عليا او اول مرة بتسمعني وبتقول هو مين الشخص ده وليه اصلا اسمعه، فانا اسمي مصطفى قنديل. انا دكتور اسنان وصانع محتوى، بصنع محتوى في مجال تطوير الذات، في البيزنس، في الكرياتيفيتي، في الاونلاين كونتنت عامه. دي الحاجات اللي انا مهتم بيها، الحاجات اللي عندي خبره فيها او عديت بتجارب فيها، ومش لازم دايما تكون تجارب ناجحه، بالعكس لو في تجارب فاشله او حاجات وقعتني هتلاقيني بتكلم فيها اكتر ما بتكلم على التجارب الناجحه الجباره الجميله. فعالم مليان سوشيال ميديا كله ناس جميله جباره قويه، بحاول اكون واقعي جدا من غير ما افيك اي حاجه او اجمل اي حاجه. في رأيي احنا ليه دايما حاسين ان احنا واقفين في مكاننا او مش بنتقدم، او ايه الاسباب اللي بقت في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه مخليانا واقفين كده حاسين ان احنا فاقدين الشغف وفاقدين الحماس ان احنا نزق لقدام؟ ورأيي ان الموضوع بيتلخص في كلمة مراية، ومش هي المراية نفسها بس يعني عشان نسهل الموضوع. وفي اول حاجة في المراية دي هو الميم، وهي ان احنا مشتتين. احنا دلوقتي عايشين في عالم كله distractions ومشتتات غير طبيعية. انت النهاردة بتفتح السوشيال ميديا بتشوف مليون حاجة ومليون طريقة تعيش بيها ومليون حاجة ممكن تشتريها ومليون اغنية ممكن تسمعها ومليون فيلم تقدر تتفرج عليه ومليون اقتراح لبزنس تجربه، وكل دي ديتا غير طبيعية بتخش مخك فبتشتته. مشتتة ان احنا دلوقتي ما تقدرش تقعد نص ساعة على بعضها على نفسك من غير ما تلمس التليفون او تمسكه. فانت مشتت في اي تاسك او اي حاجة بتحاول تنجزها او تعملها، انت مشتت انك مش عارف تقعد على بعضك انك تعملها. القوة بتاعتك على التركيز او انك تبقى فوكس ما بقتش موجود. مشتت ان انت النهاردة بتبدأ تتعلم حاجة او تجرب حاجة جديدة وتقول اوكي انا الموضوع ده هو اللي همشي فيه، انا شفت فيه فيديو او شفت فيه حاجة وهبدأ فيه واكمل فيه، وانت في وسط الموضوع بتشوف حاجة تانية فبتبتدي تتشد ليها. وليها مصطلح بالانجليزي بيقولوا شايني سيندروم افكت، ان انت بتشوف حاجات زي الذهب والالماظ والحاجات دي، انت طول ما انت ماشي بتشوف حاجة بتلمع بتروح لها، بعد كده تشوف بقى طلعت ذهب، طلعت الماظ، طلعت والله حتة ازاز مرمية في الرملة ملهاش اي لازمة، اوكي ده لو اصلا وصلت لها، لان انت غالبا اول ما بتمسك الحتة دي بتقوم شايف حاجة تانية بتلمع فبتمشي وراها. فهي دي فكرة الشايني سيندروم افكت، وده بيجي من التشتت ان انت مش عارف ده اللي شغال وبعد كده بس ده بيقولوا احسن اروح لده بس ده كذا. ابسط مثال لما واحد فينا بيحاول يخس او بيحاول يمشي على نظام صحي هيلثي، انت بتبدأ تتفرج على طريقة نوتريشن معينة او بتتفرج على طريقة تمرين وما بتلحقش حتى تلتزم بيها 6 7 8 9 اسابيع،
انك حتى تشوف دي شغاله ولا لا. انت بعد كام اسبوع بتقوم قايل لا لا لا، طب في حاجه احسن هجربها، لا ده في حاجه احسن هجربها. ده بيقول لك بقى ما تاكلش خالص قبل ما تنام، ده بيقول لك كل اول ما تصحى، ده بيقول لك كيتو، ده بيقول لك باليو، ده بيقول لك صيام متقطع. فبتبتدي تنط من حاجه لحاجه ومفيش حاجه بتمشي فيها، فمشتت حتى بالطريقه اللي انت بتحاول تعيش بيها حياتك. وفي رايي انه من اكتر الحاجات اللي مسببه لده هو طبعا التليفون، ومن اكبر السورس او مصادر الديستراكشن والمشتتات هو التليفون. فاول حل للميم دي هو تقليل استخدام التليفون. وفكرة انك تمنعه خالص ده شيء مش واقعي في الزمن اللي احنا عايشين فيه. فكرة انك تمسح كل البرامج وتبقى عايش بتليفون بلا برامج برضو شيء مش واقعي، لان اغلبنا شغله، تمارينه، دراسته بقت معتمدة على المواصل دي، مواقع التواصل الاجتماعي للأسف. وكمان بيبقى في جروبات واتساب وتليجرام وحاجات بيتبعت عليها حاجات. ففكرة ان انت تمنع ده خالص في رأيي مش واقعي. زي الدايت برضو، انت لو هو انا ممنوع اكل ده خالص طول حياتي، بشوف ان دي حاجات مش بتقعد وبيبقى مستمر. فانت فكرة انك تحاول تقلل استخدام التليفون. وفكرة تقليله برضو مش لازم تكون حاجة اجريسيف. انا مش من دلوقتي هستخدمه ساعة. من الحاجات اللي فرقت معايا ان انا كنت بحاول اقلل كل فترة، اللي هو اوكي انا الفترة دي لما اصحى مش همسك التليفون، لكن باقي اليوم عادي ممكن امسكه في الوقت اللي انا عايزه. فابتدي اقلل ان حتة الصحيان دي ما استخدموش. ابتديت اشحن تليفوني بعيد عن السرير، بحيث لما المنبه الصبح يرن وكده مش جنبي واقوم ماسك التليفون ولا اعمل سنوز، فبضطر اقوم فخلاص صحيت التليفون بيبقى محطوط، مش هقف بقى استخدم التليفون وانا واقف، يعني بقوم رايح بقى مكمل يومي وهكذا. في ناس بتاخده وتروح ترجع تاني السرير يعني، بس تمام. مثلا تبتدي تقول اوكي انا مثلا لما ارجع البيت هقعد ساعة مع مراتي، مع اهلي، مع whatever اللي انا عايش معاهم، زمايل شركة البيت اللي انا عايش فيه، هقعد معاهم ساعة بدون تليفون. whatever، انك تحاول تقلل الموضوع على مراحل. تاني حاجة انك لو بتستخدم التليفون حاول تكون بتعمل حاجة مفيدة. يعني حاول انك ما يكونش دايركتلي بتروح على انستجرام فيسبوك تبدأ تسكرول تبتدي تشوف حاجات تشتتك اكتر وتشتتك اكتر. يعني في الاخر هو برضو الموضوع معتمد على البيئة اللي انت فيها. ما ينفعش تكون عايش في بيئة كلها اكل مضر وبيئة كلها شوكولاتات وشيبسي وبتحاول تخس. ممكن تخس بس الموضوع محتاج كمية إرادة غير طبيعية. فقلل على نفسك وجود المشتتات دي. حاجة تانية فرقت معايا ان انا بالصدفة لما سبت الاكاونت الشخصي بتاعي، يعني كان عندي اكاونت بقى اللي كنت عامله عادي للشخصي، وبعد كده لما قررت اعمل محتوى بقى بطريقة بروفيشنال اكتر فعملت اكاونت تاني اللي هو الاكاونت اللي احنا فيه دلوقتي. وما عملتش فولو لناس كتير عشان كنت لسه بادئ الاكاونت ومش عايز اعمل فولو غير لحاجات معينة بتساعد الواحد يتطور وبزنس وطرق اونلاين والكلام ده. فبالتالي اصبحت لما بفتح الاكونت ده وسبت الاكونت التاني اللي كنت عامل كله فولو لحاجات ملهاش اي حاجه يعني لازمه وشويه واصحابي طبعا، ابتدى اللي انا بكونسيومه واللي انا باخده جوه مخي بقى حاجه مختلفه، بقى حاجه بتطورني، بقى حاجه بتساعدني، بقى حاجه بتجيب لي اقتراحات كتب اسمعها، بتجيب لي اقتراحات بودكاست اسمعها، بتخليني اتابع ناس ناجحه في حتت معينه فاللي هو بتعلم منهم حاجه او التانية. فبالتالي برضو حتى لو انت غطسان بقى جوه الوقت اللي انت بتحاول تقلله جوه التليفون والسوشيال ميديا، حاول انها ما تكونش مليانه مشتتات، حاول انها تكون مليانه اضافات. شوف اللي انا بتابعه ده ولا انا بعمل له فولو ولا بيطلع لي على الفيد ده بيضيف لي حاجه ولا بيشتتني اكتر، بيضيف لي حاجه ولا بياخد من الانرجي ومجهودي على ولا شيء. فانك تكون اوير وتكون مصحصح انت بتتابع ايه هيقلل بكتير من التشتت. تيجي حاجه تانية حني تعالى اللي بيحصل اول بودكاست كده لازم يكون فيه خشونه، وهسيب الحاجات دي برضو عادي عشان يعني مش حاجه غريبه. تاني حاجه هتكون الره في المرايه، راي الناس. من اكبر واصعب الاسباب اللي بتاخرنا ان احنا ناخد خطوه في اي اتجاه، لانك بتحاول تستكشف حاجه وبيعجبك حاجه وممكن تكون ده عكس التيار. ومش شرط ان انا بقولك انك تروح تقرر تعمل حاجه مجنونه بره المألوف. انا بتكلم حتى لو طبيعي، ان الطبيعي مثلا ان انت بتخلص دراسه ومثلا جاي لك حاجه في شركه كبيره، وفي نفس الوقت جاي لك حاجه تانية ممكن مش في شركه قوي بس في الحته اللي انت بتحبها ونفسك تتطور فيها ونفسك تدوس فيها. دايما هيبقى رأي الناس او الاغلبيه او المجتمع هيبقى حاطط عليك ضغط ان الطبيعي انك تاخد الشغلانه كويسه اللي في الشركه الكبيره. لو انت بتحاول تعمل الحاجتين مع بعض، وده انا كنت واجهته كتير في الاول، فكره ان انا كنت بعمل طب اسنان وكنت بعمل المحتوى
كان في الاول في جزء كبير يا عم بس سيبك بس انت المحتوى ده وركز في الطب، انت لو في الوقت اللي بتعمل فيه المحتوى ده عملت حاجه تانية مش عارف ايه ركز في شغلك مش عارف ايه. لما الموضوع ابتدى يكبر وابتديت بدي توكس وبدي سبيتشز بدي ورك شوبس وبدي تريننجز، وجزء كبير منه طبعا ساعد وجود المحتوى. كان في وقت كتير انا كان في وجهة نظري اللي هو لا كنت بيبقى عندي فرصة هنا وفرصة في ده، بختار لا انا بكبر في الكونتنت دلوقتي، ده البيرسونال براند بتاعي، ده مشروعي، ده حاجتي انا، فكنت بختار ده. ولكن رأي الناس والاغلبية والمجتمع كان اللي هو ايه اللي انت بتعمله ده او اللي انت شايفه. ففكرة ان انت دايما قلقان من رأي الناس هتقول ايه او الناس شايفة ايه او الناس مقررة ايه. وفي حقيقة الامر انه حل الموضوع ده في حاجتين، اولهم انه النظرية اسمها سبوت لايت افكت كنت اتكلمت فيها قبل كده، وفكرة ان انت دايما حاسس ان تصرفاتك وحياتك عليها سبوت لايت، يعني في حد كده موجه عليك الضوء اللي بيبقى في المسرح، انت منور جدا 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 وكل الجمهور بيتفرج عليك. وفي الواقع الحزين وفي نفس الوقت الحلو ان هو محدش مهتم. يعني انت هتاخد من الناس دول يومين 3 كلام والموضوع خلص، هم عندهم حياتهم وراهم حواراتهم وراهم قصصهم، فمحدش حياته هتقعد تقف انه قاعد بقى بيبص عليك وشايفك في اللي انت بتتكلم، هتبقى على قد القعده اللي انت قاعدها، على قد العزومه، على قد المقابله مره 2 3 وخلصت القصه وبقى امر واقع. فانت مضخم الموضوع جدا جوه دماغك ومضخم راي الناس. والاكشلي لما بتمشي في اللي انت حابه واللي انت مبسوط فيه واللي مريحك وبيبدا ده يعني يوصل لك حقيقي جواك ويظهر عليك، الناس بتبتدي تلاحظ ده، فالناس بتبطل يبقى عندها رأي وبتبقى شايفة انه اكشلي والله اللي انت بتعمله ده كويس، انت شكلك مبسوط، انت شكلك ماشي كويس، وهكذا. والحاجة التانية غير نظرية السبوت لايت افكت، وهي فكرة انه رأي الناس ده مش سكاكين، ما بيعورش، ما بيموتش. ممكن كلام بيضايق، ممكن يبقى كلام تقيل، لكن ده لو اصلا في كلام، يعني انت ممكن الموضوع يبقى في دماغك بس ومفيش اي كلام ومفيش اي حاجه، ف ما بيعلمش زي ما بيقولوا، ما بيقعدش، هي حاجه انت محتاج تتخطاها بعد شويه تعود عليها. ابقى كداب لو قلت لك انك هتقدر في حياتك كلها يبقى مش فارق لك راي الناس. انا اكيد وانا بعمل محتوى دلوقتي فارق لي راي الناس وهتقول ايه على المحتوى وهل هيعجب الناس مش هيعجب الناس. طب هو انا الناس شايفه ايه، هو المحتوى ده كرنج قوي ولا عادي؟ اكيد بيفرق لي راي الناس. بحاول اقلل من ده، بحاول اعمل من ده، واكشلي اكتشفت ان الحاجات اللي كنت بعملها من غير ما افكر بكتير في رأي الناس وهيحصل ايه، اكشلي ساعات بتبقى هي اللي بتمشي كويس وبيجي لها رد فعل جامد قوي. الحاجات اللي بتبقى حقيقيه اكتر مش عمال افكر فيها الناس هتقول عليا ايه وهتقولها ازاي وهتفكرها ازاي ومش عارف ايه. لو ابتديت تفكر بالثلاث منطلقات دول، انه اكشلي الناس مش فارق لها قوي، سبوت لايت افكت. تاني حاجه انه راي الناس ده مش حاجه هتفضل معلمه فيك طول حياتك، هو جزء بياخد من الوقت، مش حاجه بسيطه وبيقل مع الوقت. وتالت حاجه انه يعني ساعات بحس احساس ممكن يكون شخصي ممكن يكون غلط، انه ساعات رأي الناس ده بيبقى فشل عندهم هم في تحقيق اللي انت بتحاول تحققه. يعني مثلا انت قررت مثلا انك تعمل حاجة، تفتح مشروعك الخاص، قررت انك تدرس حاجة محدش درسها قوي، قررت انك تبدأ في حاجة الناس مش شايفاها قوي او مش حاساها قوي، او قررت تعيش حياتك بطريقة معينة انت شايف ان دي الطريقة الافضل لك او الاحسن لك او اللي نفسك فيها. فالناس اللي حواليك شايفين ده برضو، بس هم عشان مش قادرين يسيبوا الخطوط اللي اترسمت والحديدتين اللي محطوطين بتوع القطر اللي القطر لازم يمشي فيها، فهم مش بيتكلموا في ده كأنهم انهم بيكلموا نفسهم. يعني لو انت حد يعمل كده، حد يسيب الحاجة المستقرة دي، وحد يعمل اللي انت بتعمله ده، وحد يطلع يعمل محتوى في الزمن ده، ده بيبقى هو من جواهم بيكلموا نفسهم برضو ساعات، مش كل الناس، بس ده احساس يعني بتخيل. تالت حاجة بقى في المراية هي الألف، ومن اللي معطلة جامد قوي، وهي المثالية. وموضوع المثالية ده ان انت دايما معطل خطوتك او معطل الخطوة لقدام، ان انت مش جاهز، ان انت مش مستعد، ان انت لسه بس لو فاهم بتعمل محتوى لسه بس اما جبت الكاميرا، مع ان موبايلك بيصور بس لا لازم اجيب كاميرا جامدة، جبت الكاميرا بس الصوت بقى عندي مش مظبط، محتاج اجيب مايك، الإضاءة عندي مش أحلى حاجة، محتاج أجيب الإضاءة. عايز أقولك إني في موضوع المحتوى ده عملت نفس اللي أنا بقولك عليه ده بالظبط. كان عندي موبايل آيفون ممكن يصور، لا بس الآيفون غير لو عندي كاميرا ومش جبت كاميرا.
بس الكاميرا بقى الصراحة ممكن تطلع جودة احسن لو في اضاءة. الكلام ده على مدار مثلا سنتين انا بجمع ادوات بس، وحاطط لنفسي الحجة ان ما عنديش الادوات الصح والكافية. ده انا جبت جرين سكرين، عارف البتاع الخضراء اللي بتتحط ورا دي عشان تفصل الباك جراوند وبتاع، بيستخدموها يعني في حاجات بقى، في اعلانات، ورحت جبتها عشان انا مقرر ان انا بس الخلفيه عندي مش احلى حاجه. وما بداتش محتوى، فضلت اجيب كل الحاجات دي وما بداتش محتوى. لكن اللحظه اللي بدات فيها محتوى كانت لحظه عشوائيه، وكان مش عارف ايه، ووقت الكورونا وبعدها، والناس بتتفرج كتير وانا سخنت ويلا وحاسس ان عندي حاجه، وكل التجميعه دي حصلت، وابتديت اتحمس اكتر وامشي في الموضوع واحسن فيه. يعني انت لو رجعت خالص شفت اول فيديوهات انا عملتها كحيانه يعني، والصوت تعبان وما كنتش لسه بقى فاهم في حاجات كتير. والنهارده وانا بشوف فيديوهاتي النهارده هي لسه مش مثاليه، هي لسه ممكن تتحسن اكتر، لسه ممكن يبقى فيها شكل سينمائي احسن، ممكن يكون فيها صوت افضل، ممكن يكون فيها حاجات كتير، ممكن الكاميرا ديفينتلي بتاعتي ممكن تبقى احسن بكتير. بس اللي تخطيته في الخطوه دي وفي وجهه نظري هو الحل، ان عمرك ما هتبقى مثالي. لو البرسبكتيف ده او الفكره دي وصلت جوه دماغك انك عمرك ما هتبقى فيه مثالي، لان دايما هيبقى فيه حاجه احسن. ما هو فيش حاجه اللي هي بيرفكت، مفيش حاجه انت بتشوفها تقول دي بيرفكت، دايما بيبقى في حته صغيره ممكن تبقى احسن. وبالذات لما بتمشي في حاجه رياضه مثلا، عايز تلعب رياضه، عايز تخس، عايز تعمل فورمه، عايز تبدا بيزنس، عايز تبدا عندك فكره مشروع وعايز تعمله، عايز تعمل محتوى اونلاين، عايز تبدا فريلانسنج. في الاول مش هتبقى بتمرن احسن تمرينه، مش هتبقى عارف تشتغل بكل الاجهزه مظبوط، ومش هتبقى عارف تشيل اوزان تقيله، هتبقى لازم تحسن. فانت ما بتبقاش مثالي من الرحله. يعني بتيجي تفتح مشروع، مش اول ما بتفتحه بينجح، هيبقى فيه مشاكل وهتحاول تحسنها، وكل شويه تحاول تحسن حته في البيزنس لحد ما يبقى البيزنس مثالي. أم أه لما بتيجي تدرس حاجه جديده مش من الاول بتبقى فاهمها، بتبقى محتاج وقت، وحتى لو بقيت عظيم فيها ممكن تذاكر اكتر، وممكن تطور اكتر، وممكن تتعمق فيها اكتر، دايما في خطوه اكتر. فهي فكره انك توصل لك فكره المثاليه ده وهم للتسويف، هو وهم معطلك عشان تسوف، ونوع من انواع التسويف، ان انت لسه مش جاهز، انت محتاج الحاجه تبقى تطلع منك مثاليه. كلنا بنطمح للمثاليه، ده اسمه طموح، ده موضوع مختلف. لكن انك تبقى عارف انك تحسن كل خطوه، انك تحسن حته حته، ده افضل واحسن بكتير. وان المثاليه دي حاجه مش موجوده، انت عمرك ما هتبقى مثالي. الحته اللي انت بتبقى متخيل انها مثاليه، لما بتوصل لها بتبقى شايف ان في اكشلي ده لسه في احسن، لان انت ابتدى يبقى عندك وعي وخبره وتعمق في الموضوع اكتر. وده ياخدني النقطه اللي بعديها في المرايه، اللي هي الايه، ودي يعني جت على دي. هو يعني جت على النهارده لما اصحى بدري، هو يعني جت على حته البيتزا اللي هاكلها دلوقتي، يعني هي جت على النهارده انام زياده وما اصحاش بدري، يعني هي النهارده جت على التمرينه دي اللي هي لو ما رحتهاش هتفرق، يعني هي جت على الصفحه دي اللي لو ذاكرتها يعني هتفرق. هي يعني جت على دي، هي اكتر حاجه بتخليك مش تتقدم لقدام. لان احنا دايما بيبقى عندنا احساس الحماس والقوه ان انا اطلع كل طاقتي في الاول، فاهم؟ ان هو انت بتبقى كأنك كده بتزق صخره كبيره على جبل، وبتقوم مخلص كل الطاقه، وبعد كده تقوم الصخره نازله عليك دايساك. انت لو رحت تتمرن 10 ساعات جوه الجيم مش هتطلع عضلات ومش هتخس. لكن لو رحت نص ساعه او ربع ساعه الجيم باستمرار لمده سنه، اكيد هتحس بتحسن، او اكيد هتحس بفرق. وهتقدر اصلا بعد كده انك تزود الربع دي لنص، وساعه الا ربع، وساعه، عشان انت خلاص بقى ده جزء انت متعود عليه. ففكره استقلالك بالحاجات الصغيره، واستقلالك ان الخطوه الصغيره اللي انت بتاخدها دي هتفرق في حاجه في الرحله الكبيره، طبعا هتفرق. انت مش بتشوفها في ساعتها، لكن بتشوفها على مدى بعيد لما بتيجي، حتى لما بتيجي تحاول تحسن حياتك ككل. يعني انا لما قعدت كنت سافرت ولسه ناقل، وعايز بقى اظبط كل حاجه في حياتي، عايز ابدا رياضه، وعايز اكل كويس، وعايز انام بدري، وعايز ابدا شغل، مليون الف حاجه في الموضوع. لما ابتديت اهدي الموضوع على نفسي، اقول لنفسي يا ابني انت بتقعد تقول الكلام ده، خد الكلام ده بنصيحتك، اوكي انا هركز على النوم بس، محتاج اظبط نومي فقط الاسبوعين الجايين، انا هركز على نومي واسيب اي حاجه تانية. اوكي انا عارف ان انا مش باكل كويس، اوكي انا عارف ان انا في حاجات في البيت محتاجه تتعمل ما بعملهاش، اوكي انا عارف ان الرياضه لسه ما بداتش، وعايز اشوف جيم قريب من البيت، ولا اشوف هلعب هاندبول ولا هعمل ايه. كل الحاجات دي كنت ممكن افكر فيها كلها وما ابقى اوفرويلمد بكل الحاجات دي فخلاص، هي انا هبدا حاجه صغيره، هبدا خطوه النوم. ظبطت نومي بعد شويه، اوكي
الاكل ممكن نعمل فيه ايه؟ اوكي ممكن اطبخ امتى؟ ايه الوقت اللي عندي فيه اطبخ؟ اوكي انا هحاول اعمل روتين او سيستم ان انا اطبخ فيه. وبالمناسبه دلوقتي مثلا السيستم الطبخ ده وقع مني، فانا ببدا فيه واحده واحده، ان انا بقيت اوكي انا هفطر في البيت بس مثلا. الخطوه اللي بعديها اوكي رياضه، ايه الحاجات اللي حواليا وايه الايام اللي انا فاضي فيها، تك 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 وهكذا. ففكره ان يعني جت على دي، هي جت على دي، هي فكره ان الخطوه الصغيره مع الخطوه الصغيره، الحته الصغيره مع الحته الصغيره، انت بتيجي تبني من الاخر بازل، انت بتجمع كل قطعه وفي الاخر القطعه دي كلها اللي هتجمع الموضوع. في الاول شكل البازل بيبقى غريب، انت حاطط 3 4 حتت جنب بعض مش عاملين اي شكل، بس في الاخر لما بتجمع كل حاجه هو ده اللي في الاخر بيوصل للنتيجه النهائيه او الشكل النهائي اللي انت عايز توصل. واخر حاجه في المرايه هو الفشل، الف الاخيره الفشل. وهو فكرة ان انت عندك رعب وخوف تام من الفشل لدرجة انك ما بتتحركش. يعني انت في وضع مش مبسوط منه، مش راضي عنه، ماديا اجتماعيا صحيا نفسيا شغليا وكارير وايز، انت مش راضي عن الوضع ده، بس ما بتاخدش خطوة عشان خايف تفشل، فتعمل ايه؟ فترجع للي انت فيه تاني او ممكن اقل منه شوية. طب ما انت في حتة اصلا مش كويسة، انت عمرك ما هتعرف انت هتفشل ولا لأ غير لما تجرب. هي حاجة كرينجي قوي وتشيزي قوي، بس هي الفكرة فعلا انه النجاح هو محاولة زيادة بعد ما فشلت. انت بتفشل 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 بتفشل, بتفشل ومرة واحدة بتنجح، فانت لو ما كنتش خدت المحاولة الأخيرة دي ما كنتش نجحت في أي حاجة. ففكرة انه الخوف بالزيادة انك مكبر الفشل جوه دماغك، بالعكس جزء كبير من الحاجات اللي ساعدتني هو قبول فكرة الفشل. يعني انه ما بقيتش بوهم نفسي ان انا بجرب الحاجة دي وهي هتنجح، لازم تنجح لا، بقيت متقبل انه ممكن يبقى فيه فشل، وان الفشل ده بقى لازم ابص له بطريقة تانية. اوكي انا كنت ممكن اعمل ايه احسن؟ هل الحتة دي اصلا بتاعتي ولا لا؟ هل في حاجة ممكن المرة الجاية احسنها؟ طب ايه اللي انا طلعت منه وتعلمته منه في الموضوع ده؟ يعني انا فتحت كذا نوع بيزنس من اول وانا في المدرسه، كنت ببيع حاجات واتقفشت واتسوحت ومش عارف ايه. بعد كده استوردت حاجات من الصين. بعد كده فتحت مطعم وكافيه. بعد كده عملت شركه وايجنسي اونلاين. بعد كده فتحت شركه بتشتغل في السيرفيسز وتدريس وتطوير المجالات الطبيه. عديت بكل الانواع البيزنس المختلفه واغلبها فشل، وانا متقبل جدا وقابل ده جدا، لان انا عارف ان انا كل السكيلز وكل الحاجات اللي جمعتها في الرحله دي هما اللي خلوني دلوقتي فاهم اكتر في المجالات دي مختلفة. عارف يعني ايه تفتح شركة، عارف يعني ايه يبقى فيه سيستم، عارف يعني ايه اوبريشنز، عارف يعني ايه لوجيستكس. وما درستش ده تماما غير مجرد سيلف ستاديز، يعني موضوع معين بخش فيه فخش واقرا والناس بتعمله ازاي وبيعملوا اس او بيز ازاي وايه اللي بيحصل مش عارف ايه. طب انه الناس، طب فكرة اصلا ان يبقى فيه حاجة اسمها اون بوردنج والناس تخش ازاي وتخش شركة ازاي وتبقى عارفة. وده يعني ممكن يبقى حلقة من حلقات البودكاست، لو حد حابب يعني يكتب لي كومنت او يقول لي ان احنا نتكلم فيها، وفكرة البيزنس اللي فتحتهم كلهم وايه اسباب فشلهم وتعلمت منهم ايه. ممكن نعمل جدا بودكاست ده، ممكن تكتبوا لي في الكومنت فشل البيزنس ونتكلم فيهم. بس تاني لما انت بقى بتفهم الفشل ده وكل حاجة اتعلمتها منها، طب اوكي اتعلمت ايه؟ ومش جو بقى اللي هو يعني جو فكسان وبتاخده من على الوش، انا بكلمك بقى in depth، يعني جوه الموضوع نفسه، اللي هو اوكي انا اتعلمت ان لازم الشراكة يبقى فيها ورق، اتعلمت انه لازم المرة الجاية يبقى اكون عندي حد ثقة مثلا بيشتغل معايا في البوزيشن ده. لا انا المرة دي تحمست وعينت ناس كتير قوي في الاول، وده كان لود عليا بزيادة من الاول، ما كانش محتاج اعمل ده. بتتعلم حاجات كتير جدا، كل حاجة بقى بتعملها من على هذا ده وبتفشل او ما بتمشيش كويس فبتتعلم منها. يعني انا كمية الفيديوهات اكيد اللي عملتها وما نجحتش او ما جابتش فيوز موجودة كتير، وده نوع من انواع الفشل. بحاول بقى ابص عليها، اللي اوكي هنا السينز كانت طويله بزياده، هنا الصوت ما كانش واضح خالص، هنا الكواليتي ما كانتش حلوه، هنا الموضوع اللي اتكلمت فيه ده اتكلمت عليه من غير ما الناس تطلع باكشن بلان او تطلع بحاجه مستفيده منها. اوكي فيبقى لازم احط في فيديوهاتي حاجه الناس تطلع مستفيده منها. ففكره تقبلك لفكره الفشل وان عادي وان جزء من الرحله انك هتفشل، ده طبيعي جدا، وتقبلك ليه ان ده حاجه بتفيدك وبتطورك على المدى البعيد
هيقلل من خوفك منها ويخليك تاخد خطوات لقدام من غير القلق ده. وانت كمان لما بتجرب بتعرف انت كويس في ايه ومش كويس في ايه، بتحب ايه وما بتحبش ايه، انت شاطر في ايه ومميز في ايه ومش مميز في ايه. اخدت بالي اني ما شربتش اي بق من الشاي، فبالتالي حاول تفصص المراية وتبص كده في المراية على كل حاجة اتكلمنا فيها النهاردة، انك مشتت، رأي الناس، المثالية، يعني جت على دي، والفشل. لو حطيت الحاجات دي قدامك وحاولت تفكر في الحاجات اللي اتكلمنا فيها، في الحلول اللي احنا اتكلمنا فيها، وتاني واحدة واحدة، المواضيع مش بتحل يلا هوب بقوة. صدقني الموضوع هيبدأ يتحسن، صدقني الموضوع هيبقى أقل تشتيتا، صدقني هتبقى أكتر تركيزا، وهتقدر تاخد خطوة لقدام. وتاني مش مرة وفي يوم وليلة، بعد وقت هتلاقي نفسك تطورت في حاجات كتير، بعد نفس وقت هتلاقي نفسك مرتاح أكتر، بتعمل اللي بتحبه أكتر. وبس. وأحب أسمع آرائكم، لأن دي كانت أول سلسلة من الفيديوهات أو الفيديو كاست أو البودكاست أو whatever من الآخر، وأتمنى إن احنا نكون جبنا الموضوع من الآخر. فأحب أسمع رأيكم وأحب أعرف شايفين ايه للموضوع ده، ونكمل ايه، واقتراحات لمواضيع تانية نتكلم فيها. ولو انت لسه واصل للحتة دي وبتسمع او بتتفرج، فانت من الحقيقيين. انا بحبك. اشوفكم المرة الجاية.